تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج معا ننهض، وندخل بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في المحور الرابع، وهو تكملة للمحاور الثلاث الأساسية التي تعطي تصورا كليا لما سميناه مقومات التصور الإسلامي. وقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن محور الحق ومحور الخلق ومحور المسيرة أو الكتاب، ثم نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله عن المحور الرابع، وهو محور المصير. والمصير والمنتهى والرجعة والآخرة والقيامة والنهاية، النهايات والآخرة في مقابل الدنيا، كلها مصطلحات تؤدي بنا المراد. وذلك أن الإنسان في أعماق نفسه البشرية هنالك الكثير من التساؤلات التي تنتج بحكم طبيعته وحكم فطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، وهو أن هذا الإنسان من خلال تجربته في الأرض وسيره على هذه الأرض فإنه يلاحظ جملة من القضايا، وهو أنه أتى من غيب ثم يأتي إلى هذه الحياة ويعيش فيها فترة محدودة، وهذه الفترة المحدودة لن تكفي لكل طموحاته وكل مشاريعه وكل آماله وكل تطلعاته، فقبل أن يكمل هذه التطلعات وهذه المشاريع وهذه الرؤى التي وضعها لنفسه يأتي عليه الموت باعتباره قدر حتمي. وهنا يرد عليه دوما سؤال: هل بعد هذه الغيبة أو هل بعد هذا الموت من رجعة وعودة وحياة أخرى، أم أنها نهاية المطاف؟ وظل كذلك هذا الإنسان بحكم بشريته وفطرته ظل يتساءل دوما بحكم اعتداده بالجنس البشري، يعني الإنسان سواء كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى أو كان لا يؤمن بالله عز وجل، إلا أنه في دواخله هنالك شعور بأنه كائن يختلف عن بقية الكائنات، وأنه إن كان متدينا سينظر إلى بعد التكريم الإلهي، وإن لم يكن متدينا فإنه سينظر بجانب آخر، وهو أنه ينظر إلى أنه ليس كسائر الحيوانات وليس كسائر الجمادات والنباتات، إنما هو شيء مختلف. هذا الاعتداد بالنفس البشرية يولد عنده دوما أيضا سؤال، وهو: هل ستكون نهايتي كنهاية أي حشرة من الحشرات وأي حيوان من الحيوانات المفترسة وأي ذئب من الذئاب في الغابات تكون النهاية على يد واحد من الجهات المفترسة الأكثر شراسة منه، أم أن هذا الكائن البشري المكرم في بعده الديني سينظر إلى نفسه بأن هنالك شيء آخر؟ فيبقى هنالك سؤال أيضا يلح عليه في أعماق نفسه البشرية. ومن خلال التجربة البشرية كذلك لاحظ هذا الإنسان أن هنالك صراع بين الخير بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الرذيلة والفضيلة، بين الصدق والكذب،
بين هذا الصراع المستمر في هذه الحياة، ومنطق التداول، تارة يتغلب الحق على الباطل، تارة الباطل على الحق. وينظر هذا الإنسان إلى أن أصحاب الحق في كثير من المحطات ربما لا تتاح لهم الفرصة لأن يروا في حياتهم انتصارا للحق على الباطل، فيرد عليهم سؤال: هل من محطة أخرى سيشبعون فيها هذا التساؤل؟ ويرد عليهم هذا السؤال في أعماق النفس البشرية، وبالتالي يحتاج هذا الأمر أيضا إلى جواب. وكذلك من خلال أيضا التساؤلات الفطرية في أعماق النفس، دائما ما يرد على هذا الإنسان سؤال، وهو أن الأمل الذي خلقه في داخله جل جلاله، خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان مواقع تشبع في بطن أمه، وجوارح أخرى تشبع بعد خروجه من خلال السير في الأرض. فالجوارح من أيدي وأرجل وسمع وبصر تشبع بعد خروجها إلى الحياة، وتجد الكثير مما يمكن أن يلبي طموحاتها. ولكن هنالك تساؤل عميق في النفس البشرية، وهو خلق في الإنسان، وهو مسألة الأمل التي لم يستطع الإنسان أن يبلغ إلى نهاياتها. فهل من محطة من المحطات يستطيع أن يصل إلى هذه القضية أم لا؟ أيضا هنالك دوما تساؤل يرد على الإنسان، يرد على المستضعفين، على المحرومين، على الفقراء، على المساكين، على المظلومين، وهو أن هذا المظلوم الذي ظلم في هذه الحياة، هذا الفقير الذي ظلت حياته المحدودة كلها تعاسة وكلها فقر وكلها عدم يعني تلبية لحاجاته حتى الفطرية والجسدية، هل هنالك من يوم يمكن أن يجد فيه هذا الإنسان مكانا تشبع فيه الرغبات وتتحقق فيه الآمال، أم أن الأمر هو نهاية المطاف، فمن عاش 20 فهي 20، ومن عاش 70 فهي 70، وانتهى الأمر؟ أم أن هنالك يوم يقبل عليه الناس؟ هذا التساؤل العميق في النفس البشرية تحرص الأديان على الإجابة عليه. والناس حقيقة في هذا الأمر كما سنلاحظ إن شاء الله ينقسمون ويتفاوتون في إجاباتهم، فالمستهدي بالهدايات القرآنية والمرتبط بالوحي السماوي والمرتبط بالله جوابه شيء، والذي يريد أن يجيب إجابة فكرية عقلية فلسفية أيضا له إجابات. ولكن ظلت هذه التساؤلات التي افتتحنا بها الحلقة هي تساؤلات منذ اللحظة الأولى لهذا الإنسان، ظلت تصاحبه وفي كل الحضارات وكل الفلسفات وكل الكتل البشرية، سواء ارتبطت بهدايات السماء أم ضلت عن تلك الهدايات وتاهت في مشاريع العقل والفلسفات الأرضية، إلا أنها تساؤلات طبيعية. وذلك لأن هذا التساؤل يرتبط بقضية أيضا مصيرية ومهمة، وهي لا يختلف فيها بنو البشر، وهي قضية الموت. هذا الموت الذي يمكن أن نقول بأنه من كبرى الحقائق وكبرى اليقينيات. فمهما كان الإنسان ملحدا أو كان مؤمنا أو كان متشككا مرتابا، إلا أنه لا يستطيع أن يقول بأنه لا يعرف الموت، أي لا يعرف لحظة من اللحظات تنقطع فيها الأنفاس وتتوقف فيها نبضات القلب وتنزع الروح من هذا الجسد، ويبقى الإنسان جثة هامدة. حينها هذا التساؤل أيضا يبرز إلى الوجود، وهو ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الموت؟ فهنالك بطبيعة الحال من يستند إلى السماء ويرتكز إلى هدايات السماء ويرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهنالك من ينفصل. وبالتالي أيها الأخ الكريم الأخت الكريمة، إنه من المعلوم قطعا بأن نهاية المسيرة الإنسانية تكون بالموت، ونهاية عمر الإنسان وانقطاع عمله يكون بانتهاء أجله. كما أن للأفراد آجال فكذلك للأمم والشعوب آجال، والعالم الدنيوي له أجل ينتهي إليه ونهاية مهما طالت هذه الفترة، وهذه النهاية هي بداية للحياة الأخروية وفق هذا المحور الذي سنتكلم عنه. ونحن هنا باعتبار أننا نتكلم عن تصور ديني وتصور الإسلام في هذه المسألة، ونتكلم عن مقومات التصور الإسلامي، فإن أعظم
مقوم في المقومات الأربعة، ومن أعظم المقومات مقوم المصير إلى الله، وهو الحياة الآخرة. فالإسلام يربط هذا المكلف ويربط هذا الإنسان بالإجابات على البدايات، والإجابات على المسيرة، والإجابات على النهايات، فيقول له بأن الرجعة إلى الله، نعم كانت البداية من الله، والمسيرة بأمر الله، والمنتهى إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعة، وإلى الله المصير. هذه الصورة الإيمانية العميقة التي تجيب عن تلك التساؤلات في النفس البشرية، وبالتالي يكون الإنسان على بصيرة من أمره وعلى وضوح من حياته، فهو يعرف من أين أتى، ويعرف كيف يسير في هذه الدنيا، ويدرك كذلك إلى أين سيذهب، وبالتالي تسقط مقولة الدنيا آخركم تراب كما يقال. هذه الحياة التي تنتهي بالموت بالنسبة للإنسان، والتي تنتقل إليها، يبدأ في حياة أخرى وينتقل إلى حياة أخرى تبدأ من اللحظة التي يموت فيها، يبدأ معه مشوار الآخرة. هذه بالنسبة للمسلم من المسلمات العقدية التي لا يحتاج فيها إلى كثير عناء، ما دام أنه آمن بالله وآمن برسل الله وآمن كذلك بالكتب المنزلة، فإنه حينها بطبيعة الحال يؤمن كذلك بالآخرة، ويدرك تماما بأن حياته كلها يبرمجها على هذا المفهوم، أن هنالك حياة أخرى، فلم تكن الحياة هي فقط هذه السنوات البسيطة التي يعيشها الإنسان، وهي الصفر بالنسبة للحياة الآخرة، لأنه كما يقال كل ما نسب إلى الأبد من الأرقام فهو صفر، يعني لا يسوى شيء. عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك، ما دام أنك عش 1000 سنة 2000 سنة 70 سنة 100 سنة، عش ما شئت، عش مليون سنة، لكن مقارنة بالأزل ستلاحظ أنها لا شيء. إذن هذه الدنيا التي نعيش فيها بالنسبة لنا هي لا شيء مقارنة مع ما سنقبل عليه من الآخرة. وبالتالي في عقيدة المسلم فإن الآخرة هي مسلمة من المسلمات يتفق عليها أهل الإيمان. هنا طبعا أنا أفرق بين المسلمات وما بين البديهيات. أنا لم أقل الآن هي بديهية، لأن الأمر البديهي أو البديهي هو ما يشترك فيه كل العقلاء، فمجرد أن نقول بأن والله تطرح القضية عند الجميع ويسلم بها الجميع، هذه بديهية من البديهيات. لكن عندما تطرح قضية فيتفق فيها أهل فن معين ويختلف معهم الناس بقية الناس، فهنا هذه تعتبر مسلمة. وهذه المسلمات بطبيعة الحال قد تكون مسلمات شرعية، وقد تكون مسلمات رياضية، وقد تكون مسلمات لغوية، قد تكون مسلمات عرفية، مسلمات فيزيائية، مسلمات في الكيمياء. فعند أهل التخصص ما يعتبر بينهم مشتركا لا خلاف فيه، هذه تسمى من المسلمات. فقضية الآخرة تعتبر مسلمات بالنسبة لأهل الإيمان والإسلام، يعني ليست محل خلاف. بل المسلم لا يعد مسلما ولا يدخل في دائرة الإيمان إلا إذا آمن بالله وآمن بالآخرة. وأعظم أصلين من أصول الإيمان الستة، اللي هي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الستة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عمر لما جاء جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كما ذكرنا. إذن الإيمان من أهم أركانه أن تكون مؤمنا بالآخرة. والإيمان أيضا لا يتجزأ هنا، يعني لا يمكن أن تقول أني أؤمن بالله ولا أؤمن بالملائكة، أؤمن بالله ولا أؤمن بالرسل، أؤمن بالله ولا أؤمن بالكتب، لا، الإيمان كتلة واحدة. هنا لا بد أن تأخذه جملة لتسمى مؤمنا، وأي نقض أو أي رفض وإنكار لواحدة من هذه الستة ينقض مفهوم الإيمان. وبالتالي هذه مسألة أيضا لا بد أن ننتبه إليها، ونلاحظ أن الإيمان بالآخرة مرتبط بشكل كبير من الإيمان مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهو أيضا في التصور الإسلامي من قضايا الغيب، يؤمنون بالغيب. فالله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الذين يؤمنون بالغيب. فالأهم خاصية من خصائص المسلم والمؤمن أنه يؤمن بالغيب. لكن أيضا
ذكر الله سبحانه وتعالى مع أنها قضية الآخرة مندرجة أيضا في مسألة الغيب، إلا أنه قال وبالآخرة هم يوقنون. فإذا أبرز مسألة الآخرة لأهميتها مع أنها مندرجة في مفهوم الغيب والإيمان بالغيب. فمما يندرج في الغيب الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بكل ما هو مستقبل مما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ولكن خص الله سبحانه وتعالى قال وبالآخرة هم يوقنون، أي أنهم لا يرتابون فيها ولا يشكون فيها، بل إنما يؤمنون بها إيمانا قاطعا. يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله في مسألة الإيمان بالآخرة وما المراد بها، أي ماذا نقصد عندما نقول الإيمان بالآخرة، يقول أي الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام بعد الموت. لما نقول الإيمان بالآخرة كل شيء أخبر الله سبحانه وتعالى به من قضايا الغيب ما بعد لحظة الموت فهو يدخل في مفهوم الآخرة. ما بعد لحظة الموت يعني من لحظة الموت كل ما يتعلق بالقبر والمرحلة البرزخية وما فيها، ثم ما بعد ذلك من البعث والنشور والوقوف بين يدي الله والحساب والصراط والجنة والنار، هذه كلها من القضايا التي تندرج في مفهوم الإيمان بالآخرة. إذن هذا المحور عندما نتكلم على المصير علينا أن نستصحب ذلك، علينا أن نستصحب هذه المعاني كلها عند تصورنا لهذا المحور، وهو لا يقل عن بقية المحاور، بل يكاد كل ما تكلمنا فيه من محور الحق ومحور الخلق ومحور المسيرة والرسالة، أي الأمر والنهي، إذا لم يكن كل ذلك يصب في المنتهى إلى الله وفي الدار الآخرة وما فيها من جزاء، فإن الأمر لا يكون قد أدى مقصوده. وبالتالي هذه الأركان الأربع مترابطة متكاملة، لا يمكن أن تأخذ بعضها وتترك البعض الآخر، لا بد أن تأخذها جملة. أيضا نلاحظ أن الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، هو المناسب لمفهوم الحكمة الإلهية والعدل الرباني، ويعطي للحياة الدنيا معناها الحقيقي وكونها دار عمل وابتلاء، وليست هذه الدنيا ليست دار جزاء، إنما هنالك دار أخرى هي دار الاستقرار ودار المقام ودار الجزاء. فإذا كانت هذه الدنيا هي دار ابتلاء لا بد أن يقابلها دار جزاء يجازى فيها أهل الأعمال بأعمالهم، فيأخذ الصالحون أجورهم ويأخذ غيرهم كذلك جزاءهم وما يستحقون. وبالتالي هذا ينسجم مع مفهوم الحكمة. ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى من أهم أسمائه وصفاته الحكمة وكونه حكيم، فالله دائما هو العليم الحكيم، فمن حكمته أنه ما ترك الخلق في هذه الدنيا تنتهي بهم الأمور ولا يكون لهم هنالك بعد آخر، أي يتركهم دون أن يكون هنالك يوم الجزاء. فمسمى الحكمة يعني ما يناسبه أن تكون هنالك، ما نراه في هذه الحياة يناسبه من خلال الحكمة أن تكون هنالك دار آخرة، وأن يكون هنالك يوم للقيامة ويوم للحساب. والناس في هذه المسألة ينقسمون إلى أنواع، فهنالك من يؤمن بالآخرة إيمانا قاطعا، يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون، هؤلاء أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل التقوى وأهل الهداية الإلهية، فهم يدركون بأن منتهاهم إلى الله وأن مرجعهم إلى الله وأن مصيرهم إلى الله، هذه مسألة بالنسبة لهم محسومة. وبالتالي هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هم الذين كفروا بذلك، يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويجحدون ويكذبون. والصنف الثالث هم المرتابون المتشككون. ثلاثة أصناف: صنف مؤمن بالله مؤمن بالآخرة، وصنف كافر جاحد بها، وصنف مرتاب فيها يقول لك والله لا أدري متشكك، كما أنه يكون متشككا في أمر مجيئه وأمر وجوده، فهو أيضا متشكك في أمر آخرته وإلى أين يسير. يعني كما قال إيليا، ذكرنا ذلك في حلقاتنا: أتيت غير أني لا أدري من أين أتيت، وكذلك أمضي في طريق لا أدري إلى أين سيكون. وهكذا على كل هذه المتاهة هم المرتابون المتشككون الذين لا يعرفون منتهى أمرهم إلى أين يكون. وهؤلاء المنكرون للآخرة، المنكرون اليوم الآخر أيضا ثلاثة أصناف. يعني لو تركنا القسم الأول، قسم الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى،
واليوم الآخر. القسمين الآخرين غالبا ما يكونون ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الذين يؤمنون بالله عز وجل ولكنهم ينكرون البعث مطلقا. ينكروا البعث، يقول لك ما في شيء اسمه آخرة مطلقا، لا عالم الأرواح ولا عالم الأجساد، ما في، بس نهايتنا في هذه الدنيا نحن كبشر. نعم في إله، في خالق لهذا الكون، ولكن ليس هنالك شيء اسمه الآخرة. هذا على الأقل يساعدك في أنه في أرضية مشتركة تستطيع بعد ذلك يساعدنا هذا في النقاش، في الجدال، في الحوار مع هذا الصنف، مع الذين ينكرون الآخرة ويؤمنون بالله. هذا على كل صنف من الأصناف. الصنف الثاني هم الذين يؤمنون بالله عز وجل وينكرون البعث الجسدي. يقول لك والله يا أخي نحن مسألة البعث الجسدي، أن الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم، هذه لسنا معها، ويتشككون في ذلك تشككا عظيما. وهذه المسألة على كل وردت كذلك، وقد تأتينا إن شاء الله في أثناء سردنا في الآيات. فهؤلاء يرون أن هنالك الأرواح تعود إلى الله، وإذا في بعث وإذا في عذاب وإذا في نعيم فهو للأرواح، فعالم الأرواح، لكن عالم الأجساد يتلاشى ويذوب، وليس هنالك بعثا للأجساد مرة أخرى. هذا الصنف، وهذا أيضا عندك معه أرضية مشتركة في أنه يؤمن بالله ويؤمن بوجود الله، وربما قد لا يكون ربوبيا فقط، لأن الربوبيين تكلمنا عنهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى نعم رب وخالق وكذا، ولكنه ترك الأمر بعد ذلك، وأشبه ما يكون بالشخص الذي صنع الكمبيوتر وعمل لك السي دي وأداك لنا وقال لك بعد اشتغل شغلك، وهكذا. من الناس من يرون، وهؤلاء الربوبيون والعياذ بالله هم عبثيون فوضويون، عبثيون فوضويون. إذن عندنا المنكر المؤمن بالله والمنكر للبعث مطلقا، وعندنا المؤمن بالله والمنكر للبعث الجسدي. النوع الثالث هو المنكر لوجود الله ومنكر للبعث. هذا طبعا قضيته كبيرة، ليس لك معه أي أرضية، ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالبعث. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونعود إليكم بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام، مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه، وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل، وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من الحديث عن الآخرة، وذكرنا بأن الناس الذين ينكرون مسألة البعث هم أصناف.
صنف يؤمن بالله وينكر البعث مطلقا، صنف يؤمن بالله وينكر بعث الأجساد، الصنف الثالث لا يؤمن بالله وينكر كذلك البعث. فهؤلاء بطبيعة الحال كلهم تقريبا يحتاجون إلى النقاش الأول حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وصفاته وأسمائه وما يترتب على ذلك من قضية علاقة الإنسان بالخالق وكيف ستكون هذه إلى غير ذلك مما يمكن أن نسميه بالأدلة العقلية. يعني صعب هؤلاء أن تناقشهم بأدلة يعني نقلية. أنا هنا طبعا أقول الأدلة الشرعية قسمين، أدلة عقلية وأدلة نقلية، وبالتالي ستدخل معه إلى الدليل الشرعي العقلي وليس الدليل الشرعي النقلي. والقرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب وهذه الطريقة للذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة. كان دائما النقاش معهم نقاشا عقليا منطقيا. وإجمالا يمكن أن نقول بأن هؤلاء الذين يتكلمون في قضية الآخرة المنطق العقلي الذي سيتم مناقشتهم به هو ابتداء منطق حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن حكمة الله عز وجل تقتضي بأن يكون هذا الإنسان لا تنتهي محطته إلى هنا، بل الله سبحانه وتعالى ربط ما بين الخلق وما بين مسيرة هذا الإنسان ومآل هذا الإنسان، فالقضية مرتبطة كما ستأتينا إن شاء الله في بعض النصوص. لكن الدليل العقلي الأول هو أن الله سبحانه وتعالى الخالق القادر على بدء الخلق وعلى تكوين الخلق وعلى هذا الخلق الذي يتسم بالإبداع. الله سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك لا يعجزه أن يعيد هذا الخلق مرة أخرى، خصوصا الذين يرون بأن هنالك مشكلة في البعث، أو أن كيف يحيي الله سبحانه وتعالى العظام وهي رميم إلى غير ذلك. وهذه المسألة على كل حصلت في التاريخ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الإنسان للأسف الشديد كثيرا ما ينسى هذه البدايات، ينسى خلقه، ينسى تطوره، ينسى عدميته، ينسى أنه لم يكن شيئا مذكورا ثم جعله الله سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وحركته وعقله وتفكيره، حتى لدرجة أنه صار ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. فهذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى أن الخلق والتطور والنشأة والمتابعة والرعاية والعناية والمتابعة لهذا الإنسان الأسهل منها أن يبعثه مرة أخرى، ليس هنالك مشكلة. ولذلك القرآن الكريم يقول: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. انظر كيف يربط الله سبحانه وتعالى ما بين الخلق وبدايات الخلق والعدم ما قبل الخلق، ثم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا دليلا على مسألة البعث ومسألة النشور ومسألة الآخرة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذن أنت عليك أن تربط ربطا عقليا بين هذه المسائل. المسألة الثالثة أو المسألة الثانية أيضا في الأدلة العقلية أن خلق السماوات والأرض، هذا الخلق العظيم الذي أتيحت للبشرية في واقعها المعاصر من الأدوات ومن وسائل العلم ما جعلنا نعرف أو نتعرف على علم الآفاق وعلم الكون وعلم الطبيعة ما لم يسبق للبشرية من قبل. وجعل الإنسان يتساءل: هو بالنسبة ما هو في هذا الكون الفسيح إلا نقطة، صفر فقط، لا يسوى شيء. وإذا نظرنا إليه في داخل الأرض كلها مع الكون الفسيح تعتبر نقطة، والإنسان في داخلها صفر من هذه النقطة، لا شيء. فهذا الخلق العظيم الله سبحانه وتعالى ينبهنا كذلك إلى أن هذا الخلق من خلق هذا فهو أهون عليه أن يبعثكم مرة أخرى. أنتم لستم بهذه الصعوبة ولستم بهذا التعقيد، لا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالخلق أيضا يستدل به، خلق السماوات والأرض يستدل به على خلق الإنسان، وخلق الإنسان والسماوات يستدل به على إعادته مرة أخرى. يعني إعادة الإنسان مرة أخرى أهون من طبيعة البداية،
لأنه على الأقل خلاص البصمة موجودة، والمادة الأساسية خلاص التي على الأقل يعني خلق من هذا الإنسان معروفة، فلم تكن هنالك مشكل. لكن أن يخلقك من العدم هنا ما يتطلب فعلا بمنطقنا نحن البشر يتطلب الجهد والابتكار والتفكير وهكذا. لكن بعد أن يتم التصوير الأولي خلاص يعني. النقطة الثالثة أيضا أن الله عز وجل هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين جل جلاله، ومن عدله ورحمته وحكمته يقتضي إنصاف كل مظلوم في هذه الدنيا. لم يأخذ حقه ممن ظلمه، ولم يأخذ حقه ممن تجبر عليه، ولم يأخذ حظه وحقه كذلك ممن يعني بغى عليه وسطى عليه ونهبه وسرقه وقتله وسفك دمه وانتهك عرضه إلى غير ذلك مما نراه من مظالم. فإن منطق العقل كذلك يقول بأن حكمة الله سبحانه وتعالى ممن يؤمنون بحكمة الله، يؤمنون بالله وينكرون البعث، نقول لهم إذا كنتم تؤمنون بالله سبحانه وتعالى فإن هذا المنطق يؤدي إلى أن حكمة الله وعدله ورحمته تؤدي إلى أن هؤلاء المظلومين لا بد لهم من يوم ينصفون فيه، هؤلاء المحرومين لا بد لهم من يوم يغطي الله تبارك وتعالى لهم كل الحاجات التي يريدونها. وبالتالي هذه الحكمة الإلهية يناسبها بطبيعة الحال يوم آخر. هذا العدل الإلهي كذلك يناسبه عدالة كاملة، لأن عدالة الدنيا مهما بلغت فهي ناقصة. هنالك من يقتل دون أن يقتص له، هنالك من ينهب ماله ولا يعرف أحيانا من نهبه من سرقه إلى غير ذلك. فهذه القضايا كلها تحال إلى الآخرة. هذا هو المنطق الطبيعي من الناحية العقلية. أيضا النقاط التي ذكرناها حول محدودية الإنسان وعمره وآماله إلى غير ذلك. فعلى كل هذه المسألة تقريبا النقاش فيها يكون بهذه الطريقة. أما فيما يتعلق بالأدلة النقلية والرؤية الشرعية من حيث ورود الأمر في الكتاب وروده في السنة، نلاحظ بأنه لا يكاد شيء من أركان الإيمان حظى بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى حظى بالاهتمام وحظى كذلك بالرعاية وبإيراده مرة بعد مرة وبتناوله بشكل مختلف وفي مشاهده المختلفة إلا اليوم الآخر. اليوم الآخر نلاحظ القرآن مليء بالتناول في هذا الموضوع. تجد أن هنالك تناول كبير جدا لقضية الموت، تجد هنالك تناول كبير لقضية البعث والنشور، تجد هنالك حديث عن الحساب، حديث عن الجزاء، حديث عن الجنة، حديث عن النار. لا يكاد كتاب الله سبحانه وتعالى تخلو صفحة من صفحاته إلا وينتهي بنا إلى هذا الأمر. يعني لا يمكن أن يتم تجاهل اليوم الآخر. إذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن أي عمل في الدنيا يربطه بالآخرة، إذا أراد أن ينهى عن شيء يربطه بالآخرة، إذا أراد أن يحث على شيء يربطه بالآخرة، يربطه بالجنة، يربطه بالنار. إذا أراد الله سبحانه وتعالى تخويف عباده يربطه بالآخرة، قضية الترغيب، قضية الترهيب، كل ذلك، قضية المحفزات، كل ذلك يرتبط في كتاب الله سبحانه وتعالى عن طريق قضايا أصناف الناس في الآخرة، قضايا الثواب، العقاب، التركيز على الحكمة الإلهية التي تنفي العبثية وتنفي كذلك الفوضوية في الحياة، تؤكد وتعزز في الوجدان البشري دائما أهمية الإيمان باليوم الآخر. لكن دعونا أيها الإخوة والأخوات الكرام ننظر إلى مظاهر تناول كتاب الله سبحانه وتعالى لمسألة الإيمان بالآخرة. ما هي المظاهر التي عرضها القرآن الكريم ليذكر ابن آدم بهذا المصير الأخروي؟ أولا نلاحظ أن ورود الإيمان باليوم الآخر دائما ما يأتي مقرونا في كتاب الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالله. ورد تقريبا 19 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. تجد أن هذا المفهوم دائما ما تقترن مسألة الإيمان بالله بالإيمان بالآخرة، مثل ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى قوله إليه المصير. إذن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يربط في الكتاب العزيز ما بين الإيمان به والإيمان بالآخرة، إما أن تأتي مجتمعة آيات الإيمان أركان الإيمان، وإما أن تأتي فرادى، ولكن غالبا ما يكون التركيز على هذين الركنين العظيمين، ركن الإيمان بالله والإيمان بالآخرة. بل نلاحظ أن المرحلة المكية كلها
المرحلة المكية كلها تقريبا تكاد في بعدها الإيماني في قضايا الإيمان تركز على 3 قضايا: الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، كذلك النبوات. هذه كلها كانت تقريبا المرحلة المكية بهذا الشكل. نلاحظ أيضا من ظواهر الاهتمام في القرآن الكريم باليوم الآخر كثرة أسماء هذا اليوم. والعرب بطبيعتها وأعرافها ولغتها وأنماط تفكيرها كانت الشيء العظيم تعطيه أكثر من اسم، يعني كلما تعددت، كلما كثرت أو كلما عظم الشيء تعددت أسماؤه، بحيث كل اسم من هذه الأسماء يعطى وصفا من الأوصاف أو يزيد لنا وصفا من الأوصاف. لاحظوا الآن بأن الله سبحانه وتعالى يسمي هذا اليوم يوم القيامة، يسميه مثلا الآخرة، هذه معروفة الآخرة، لكن يسميه يوم القيامة، ويسميه الساعة، ويسميه يوم الدين، ويسميه يوم الحساب، ويوم الجزاء، ويوم التلاق، ويوم التناد، ويوم التغابن، ويوم الخروج، ويوم الخلود. تلاحظ بأن ما لا يقل عن 20 تقريبا أو كم 20 من الأسماء يدور حول مفهوم الآخرة، وكل اسم من هذه الأسماء له إضافة، يعني ما في شيء، يعني شيئين من هذه الأشياء التي ذكرناها لا تعطي وصف. الساعة لها دلالة، يوم الحساب له دلالة، يوم الدين له دلالة، يوم القيامة، يوم التغابن، يوم التناد، يوم الحسرة، هذه كلها أسماء للآخرة، وكل واحدة من هذه الأسماء تعطينا وصفا إضافيا زائدا حتى يترسخ في الوجدان المؤمن كل هذه المعاني ودلالاتها لتعمق في داخله الإيمان بهذا اليوم. كلما سمعت يوم القيامة، سمعت يوم الساعة، سمعت يوم الخلود، سمعت يوم الخروج، سمعت يوم التنادي إلى غير ذلك، إلا وأضاف عندك بعدا وأضاف عندك مشهد من مشاهد الآخرة، بحيث يكون هذا اليوم حاضرا ليس مستبعد عن شعورك ووجدانك، إنما هو دوما يجري في أعماق نفسك البشرية. أيضا نلاحظ من اهتمامات القرآن الكريم باليوم الآخر سميت عليه السور، يعني هذا اليوم نلاحظ كثير من السور أخذت أسماء الآخرة، فعندنا سورة الواقعة، وعندنا سورة القيامة، وسورة الغاشية، وسورة الحاقة، وسورة القارعة، ومن الأحوال كذلك سورة الدخان والتكوير. هذه كل أحوال أو حوادث أو أسماء للسور، لكنها تدل على أشياء معينة، سواء بأسماء الآخرة أو بأوصافها أو بأحداثها: القيامة، الواقعة، الغاشية، الحاقة، القارعة، الدخان، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة، إلى غير ذلك فيما لا يقل عن 17 سورة. كل ذلك دليل من أدلة الاهتمام ومظاهر الاهتمام بهذا اليوم العظيم الذي يفر فيه الإنسان من أبيه وأمه وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا اليوم العظيم الذي بهذا الشكل، فإن القرآن الكريم يريد أن يحثنا على الإيمان به، يريد أن يقول لنا أيها الناس مقبلون على هذا اليوم. أيضا من أهمية التركيز القرآني على هذا الأمر التأكيد على وقوع الساعة على بطريقة قول الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه، يعني يريد أن يقول لنا هذا اليوم يوم يقيني، وبالآخرة هم يوقنون، يوم يقيني، يوم لا ريب فيه، لا شك فيه، أي أنه واقع لا محالة، فهو من قضايا الحقائق، وقضايا الحقائق هي من قضايا القضايا الموضوعية، يعني التي لا تتأثر برفض الناس لها أو كثرة عدم المؤمنين بها، لأن الله سبحانه وتعالى دائما ما يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن عن الآخرة. ومع ذلك سيأتي هذا اليوم، يعني كثرة الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يعني أنها غير موجودة، كثرة الذين لا يؤمنون بالله لا يعني أن الله ليس موجود، فهو حق، والحق هو عامل موضوعي لا علاقة له بنظرتنا نحن. ستظل الشمس شمس حتى ولو قال الناس عنها ليست موجودة، ستظل موجودة. الأعمى الذي لا يرى حركة الكون ولا يرى الكواكب ولا يرى السماوات ولا يرى البشر من حوله، لا يمكن أن نقول بأن والله حكمه على الحقائق أنها غير موجودة، سنقول له أنت أعمى بسبب عينيك فلا ترى، ولكن نحن نرى، هنالك حقائق موجودة أنت لا تراها. وبالتالي القرآن الكريم على سبيل لا ريب فيه جاءت مثلا في قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها،
وقوله تبارك وتعالى: وإن الساعة لآتية لا ريب فيها، في آية في سورتين من سور القرآن الكريم قال: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر الذي يشكل من قضايا الحق كثير من الناس لا يؤمنون به. خامسا، أيضا هنالك الترابط بين الحق والخلق والساعة. هذه لاحظ الحق الذي تحدثنا عنه في بداية محاورنا والذي له دلالات كثيرة، لكن أعظم دلائل كلمة الحق الله جل جلاله. القرآن يربط ما بين الحق وما بين الخلق وما بين الساعة والمصير، وفي ذلك ربط للأمور بحكمته سبحانه وتعالى ونفي العبث عن ذلك، كما في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لاحظ الآن ربط الله سبحانه وتعالى بالحق، ربط الأمور كلها وربطها بالمصير وربطها بالخلق، ونفى عن هذه الثلاثية مفهوم العبثية ومفهوم أن الناس خلقوا من غير غاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله، أي تنزه الله سبحانه وتعالى أن يخلق الناس عبثا، وأن لا يكون للبشرية حكمة من وجودها على هذه الأرض، وأن لا تكون لها غاية تنتهي إليها. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. هذا الربط العجيب في القرآن الكريم سبحان الله يستهويني كثيرا عندما أجد هذا الترابط بين المحاور. يعني نحن كنا نتكلم عن محور الحق والخلق والأمر ومحور كذلك المصير. لاحظ هذه الآية كيف أنها جمعت لنا كل الحديث الذي كنا يمكن أخذنا فيه أكثر من 20 حلقة، تكفي فيه آية واحدة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نفي الفوضى، نفي العبثية، نفي عدم الغاية، نفي أن الأمر صدفة. لا، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعدم علم أكثر الناس بما هو حق لا ينفي أنه حق. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. انظر سبحان الله، ربط بالحق والخلق والحساب والجزاء، ميقاتهم أجمعين. أيضا من قضايا الاهتمام، من مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالآخرة كذلك التأكيد على اليوم الآخر بالقسم من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع: في موضع السؤال، وفي موضع الزعم، زعم الكافرين ودعواهم وإخبارهم على أمر ما، وفي معرض كذلك النفي، نفي الكفار عن قضية الآخرة. كل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: أقسم لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو، أي قضية الآخرة هل هو فعلا حق؟ وهل هي فعلا يعني من القضايا التي ستكون موجودة؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، إي وربي. والأقسام الثلاثة سبحان الله كلها قسم بالربوبية، لأن قضايا الآخرة لها تعلق بالربوبية أكثر من تعلقها بالألوهية. فالله سبحانه وتعالى من خصائص ربوبيته أن يكون هنالك آخرة، من خصائص الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالحكمة، فإذا هنالك يوم آخر. ولذلك الأقسام الثلاث كلها تأتي بهذا الوصف: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. انظر إلى كيف يهتم القرآن بقضية الآخرة، يقسم فيها، وتكاد سبحان الله هذه الأقسام ربما لا تتكرر في بقية القضايا. ويستنبئونك أحق هو وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم هذه بعض المظاهر، مظاهر القرآن الكريم واهتمامها بقضية الآخرة، وكيف أن هذه الآخرة في الوجدان الإنساني، الإنسان المسلم على وجه التحديد، كيف تتعمق في دواخله هذه الآخرة من خلال هذا السرد الذي ذكرناه. وأنت تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وتقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تستحضر هذا اليوم العظيم وهذا
الأمر الجليل. ولذلك يقول سيد قطب عليه رحمة الله في كتابه مشاهد القيامة، يعني تناول هذه المشاهد مشهدا مشهدا. وأنا هنا طبعا بطبيعة الحال البرنامج ليس الهدف منه الحديث المفصل عن قضية الآخرة، ولكن هنالك الكثير مما يمكن أن يقال فيها، يقال عن الجنة، يقال عن النار، يقال عن الصراط، يقال عن الحساب، يقال عن جزاء، يقال عن هذه كلها حلقات طويلة وكثيرة، وربما في مواطن أخرى أفردت هذا الموضوع خاصة حول الجنة حلقات كثيرة في هذا الجانب. فنلاحظ بأن هذا الإنسان المؤمن كلما دخل على كتاب الله سبحانه وتعالى ويقبل عليها بهذا النوع من الإدراك، وبهذا النوع من الوعي، بهذا النوع من الإيمان الذي يتعزز والذي يزداد يوما بعد يوم. وذلك هذا الازدياد وهذا التتابع لأن الإنسان في قضية الإيمان ينتقل من يقين إلى يقين فينتقل من يقين العلم إلى يقين العين، ومن يقين العين إلى يقين الحق، وهكذا. أنت الآن مع الآخرة كثير منا الآن لم يرى الجنة ولم يرى النار ولم يرى الملائكة، كلها قضايا غيبية، ولكن الله سبحانه وتعالى ينقل هذا الإنسان من علم إلى علم، وهكذا البشرية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، نحن نتفاوت في العلم. هذه القضايا كلها الآن التفاوت الذي يحصل، يقين الناس بالآخرة يتفاوت، فليس يقين الأنبياء كيقين غيرهم، وليس يقين الصديقين كيقين غيرهم، وليس يقين العاديين الصالحين من عباد الله كيقين العصاة، وليس يقين المؤمنين كيقين المسلمين. هذه درجات كلها ومقامات ترتقي فيها الإنسان في يقينه بالآخرة. هذا فقط بند واحد. لاحظ القضية الآخرة تنتقل فيها من علم اليقين إلى عين اليقين. علم اليقين هنا كلنا الآن من خلال ما ذكرناه يتشكل عندنا علم اليقين، يتشكل عندنا علم اليقين. ثم إذا جاءت الآخرة ورأينا الأمور عيانا ننتقل إلى عين اليقين، فيقول الإنسان رأيت هذه الجنة وهذه النار وهؤلاء الملائكة وهكذا. ثم أخيرا نسأل الله سبحانه يجعلنا من أهل حق اليقين، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل واحد منهم يدرك حينها حقيقة ماهية الجنة وحقيقة ما هي النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. اكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله تتمة في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.